جمهور الهلال السوداني اللي زعلان مني اني بقول ان كانت اكبر طموحات اداره نادي الهلال السوداني ان هم يصعدوا لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. زعلوا جدا، قالوا ازاي ومش ازاي، يعني احنا دي اكبر حاجه طموحاتنا فيها. لا، ده احنا وصلنا دور النهائي قبل كده، الكلام ده قبل كده مش دلوقتي. حاليا كانت اكبر طموحات اداره نادي الهلال ان هي توصل الدور الثمانيه، وده بدليل ان الثلاث ماتشات اللي الهلال كسبتهم كلهم كانوا بيدافعوا، وكلهم كان الاداء سيء جدا، وكان بيلعبوا على الهجمه المرتده. فضل دعاء جمهور الهلال ان الهلال السوداني وصل. لما لعب مازيمبي بدون ضغوطات كسبه 4-0. لما لعب يانج افريكانز عشان يكسب بجد كسب 1-0. الدوري الموريتاني اداؤه فيه وحش جدا. مفيش حاجه اسمها بطولات من غير صفقات. مفيش حاجه اسمها بطولات من غير صفقات. احنا بنتكلم امر واقع، مش بنقلل من الهلال ابدا. يفهم ان انا بقلل من الهلال يبقى معلش يعني ما بيفهمش كوره، او يخبط راسه في الحيط زي ما قلتها قبل كده. يعني اللي يفهم حاجه زي كده، انا مش بقلل، انا بتكلم ككوره وكحقيقه كفرق قويه هتقابلوها الايام الجايه. كان لازم ده يحصل من زمان جدا، ان الهلال كان دعم بعد ما وصل على طول الدور الثمانيه. كان لازم يدعم تدعيمات قويه، مش تدعيمات عاديه، كمان على الاقل لاعبين سوبر. الهلال ما جابش اي لعيب، هم نفس التيم اللي هيلعب دور الثمانيه، هم يلعبوا المجموعات اللي احنا شفنا ادائهم كان سيء جدا. فازوا وكل حاجه، بس الاداء ما كانش فيه اداء، والاداء ده ما ينفعش قدام بيراميدز ولا الاهلي ولا سان داونز. مع احترامي الكامل لجمهور الهلال، هي دي الحقيقه، مش بقلل منكم والله أبدا. فريق بيدافع 90 دقيقه وبيلعب على الهجمه المرتده وبيكسب بجون، ده فريق مش فريق بطولات، ما ينفعش. فريق بيلعب بطوله كبيره زي دوري ابطال افريقيا لازم تدعيمات ولازم صفقات عشان يكسب البطوله.